وزارة التربية تحدد موعد إعلان نتائج الثالث متوسط. حياكم الله متابعينا، مستمرين وياكم بنقل آخر الأخبار العاجلة والحصرية، الأخبار اللي تخص وزارة التربية. هذه الصفحة الرسمية اللي قدامكم هي صفحة كريم السيد المتحدث الرسمي لوزارة التربية، نشر عبر صفحته بيان اللي التقى به مع جريدة الصباح. خلينا نقرأ لكم نص هذا البيان. إعلان نتائج الثالث متوسط مطلع تموز المقبل. حددت وزارة التربية مطلع تموز المقبل موعدا لإعلان النتائج الامتحانية الوزارية الدور الأول لمرحلة الثالث متوسط للعام الدراسي 2022-2023. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد للصباح إنه سيتم مطلع الشهر المقبل إعلان نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث متوسط، منوها بأن عملية التصحيح مستمرة على مدار اليوم وحتى أثناء العطل. وأكد أن الامتحانات لن تشهد أي خروقات، وكذلك عملية الفحص والتدقيق للنتائج، حيث هناك دقة عالية في عملية التصحيح من قبل اللجان المشكلة داخل مراكز الفحص ولكل مادة امتحانية، بغية الحفاظ على مجهود الطلبة وأن يحصل كل طالب على استحقاقه. وأضاف إنه لا يوجد أي مؤشر خاص بعملية التصحيح والنتائج الأولية للدفاتر التي صححت، حيث أن أعداد الطلبة الذين شاركوا في الامتحان الوزاري لمرحلة الثالث متوسط تجاوزت 600 ألف طالب وطالبة في عموم البلاد، وذلك يحتاج إلى وقت لإكمال هذه العملية بشكل نهائي. وأشار إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم من خلال المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والمديريات العامة ببغداد والمحافظات. يعني ملخص هذا البيان أنه مطلع تموز المقبل راح يتم إعلان نتائج الثالث متوسط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والمديريات العامة. وهذه المنشورات اللي يشوفوها تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنسب النجاح هذه منشورات وهمية وما إلها أي صحة. شاركوا هذا الفيديو ويا أكبر عدد ممكن من الطلبة، وخصوصا طلبة الثالث متوسط، حتى تعم الفائدة للجميع. شكرا لمتابعتكم لنا، شكرا لحسن استماعكم. إن شاء الله نلتقيكم في فيديو ثاني وننقل لكم خبر مهم ثاني.